كده الرموش بعد ما طالعة جميلة وتحفة زي ما انتوا شايفين كده. سقيتها الشربات ونقلتها في طبق تاني. ودي كان نهاية الفيديو. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولي اشتراك للي ما اشتركش، ولايك وتعليق حلو كده عشان يوصلكوا كل جديد. واقول لكم السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف حال. النهاردة هنعمل مع بعض رموش الست. نخش في الفيديو على طول. المقادير بتاعتها عندي هنا بيضتين بس، حاطة بيضة والبياض في طبق وصفار واحدة في طبق، لان ده مش هيبقى مع ده. وعندي هنا معلقتين سكر بودرة، وعندي هنا ربع معلقة بيكنج باودر، ومعايا هنا دقيق بقى، كوبايتين دقيق منخولين، دقيق متعدد الاستعمالات. ومعايا هنا نص كوباية دقيق بسبوسة اللي هو السميد. ومعايا هنا معلقة كوباية زيت على سمنة بلدي، ماشي. ومعايا فانيليا، وطبعا الدقيق حطيت عليه ذرة ملح صغنونة خالص. وتشيل صفار البيضة ده دلوقتي عشان مش هنحتاجه دلوقتي. اول حاجة هنحط ايه بقى؟ هنحط السمنة والزيت. بعد كده هنحط البيضة وبياض البيضة. بعد كده احط الفانيليا عشان البيض، واقلب كويس اوي بالمضرب. احط بقى عليها نص كوباية سكر بودرة، بس انا نسيت اقوله وانا بقول المقادير. هقلب كله طبعا في بعضه زي ما انتوا شايفين كده بمضرب عادي. وبعد كده هسيبها بقى ونروح نحمص اللبن البودرة. هنا بقى جبت طاسة وحطيت فيها لبن البودرة، حطيتها على البوتاجاز ومغطية عليه، واقلب متواصل عشان ما يتحرقش مني لغاية ما لونه يبقى ذهبي كده، عشان هو اللون ده اللي هيبقى على الرموش. هفصل، واول ما يبقى لونه ذهبي هرجع كده. اللبن البودرة اتحمص معايا حلو قوي كده، هطفي عليه كده. السكر ده اللون، اللبن البودرة ده اللون بتاعه اللي انا كنت عايزاه. هحطه على كوبايتين الدقيق، وبعد كده احط دقيق البسبوسة اللي هو السميد، واحط عليه ربع معلقة بيكنج باودر. ما كترش في البيكنج باودر عشان ما تنفخوش وتخليه يشقق. هنزل بقى بالمكونات دي كلها على خليط البيض والسمنة والسكر واقلب. طبعا لازم هدخل ايديا كده بقى تكون اتعجنت معايا زي ما انتوا شايفين كده، مش محتاجة اي حاجة خالص. شايفين؟ اروح احضر الصاج عشان نرصها فيه. كده خلصت الصاج زي ما انتوا شايفين كده. قطعتها في حجم الليمونة الصغيرة، وما تدوسيش عليها يعني ما تبطهاش، حطيها كده ماشي. عندي هنا بقى صفار البيضة، هحط عليه نص معلقة خل
وبقلبها كويس. وبدهن الوش. ممكن تحط عليها وانت بتعجني مع الدقيق جوز الهند، تبقى حلوة برضو، بس انا عيالي مش بيحبوها هنا يعني. هي بصراحة من نوع الحلويات الخفيف وحلو يعني، وسهلة العمايل، والكل بيعشقها برضو، الكل بيحب الرموش. هحط بقى فيه شوكولات زي ما انتوا شايفين كده. هخلص كده، خلصت الكمية كلها. هروح بقى احطها في الفرن. كده خلصت الكمية كلها، هروح احطها في الفرن. شايفين شكلها جميل ازاي؟ خلي الشربات اهو استوى، احط سخن عليها. وكده بعد الرموش ما طلعت من الفرن، هرصها بقى في الطبق عشان اسقيها الشربات هي سخنة، والشربات لازم يكون سخن. كده رصيته في الطبق التقديم، وهنزل عليه بقى بالشربات. كده اسيبه شوية بقى لغاية ما يشرب من الشربات.